ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا المرة دي وصفة بسيطة جدا هنستغل فيها العيش الفينو البايت او الطازة. هنعمله كده بطريقة لذيذة وحشوة كده جميلة. تعتبر كده دلع كده للعيش الفينو. ولو اول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا بأي فيديو جديد انزله. وبصوا شكلها لما بيطلع من الفرن، بوريكم ان هو طلع طري ازاي حتى لو العيش فينو كان بايت وناشف. هنعمله بطريقة تخليه طري خالص. وهنا وانا ما بقطعه هو كان سخن شوية، وانا بقطعه على مهلي شوية عشان بس الخشبة اللي تحت ما تتجرحش. ولكن هو طري خالص وبيتقطع بسهولة. بصوا بقى شكله وجماله. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. اول حاجة هجيب الفلفل الاخضر بتاعي، هقطعه شرايح كده. بعد كده هجيب الفينو بتاعي واقسمه نصين، حابين تفتحوه تشتغلوا بيه وهو مفتوح براحتكم، بس انا حسيت هيدي شكل اظرف لما يبقى مقسوم نصين، وكمان هيتشرب الخلطة بتاعة البيض واللبن افضل. تمام، هنا كده خلاص قسمته. هحطه في بايركس فيه ورق زبدة، وهدهن ورق الزبدة بزيت احتياطي عشان العيش ما يلزقش مني. وهجيب الخليط اللي هو عبارة عن بيضة مع نص كوباية لبن، ورشة ملح ورشة فلفل اسود. وهبدأ اوزع كده في العيش بفرشة لحد ما احس ان العيش اتشرب كويس الخليط ده. طبعا انا مستخدمتش الخليط ده كله في الكمية دي، انا عملت كمية تانية يعني، بس انا مصورة لكم الكمية الاولانية يعني، عشان بس محدش يستغرب الكمية البيض كتيرة قوي على الحبة دول. لا، انا عملت حبة تانيين يعني، فانا استهلكت كمية الخليط ده كله يعني. وبعد كده هجيب صلصة الطماطم كده، يا دوبك هديها ايه، دهنة بسيطة خالص من صلصة الطماطم، حاجة كده تدي طعم ولون ظريف كده. زي ما انتم شايفين يا دوبك بحط حاجة بسيطة خالص بمعلقة صغيرة كده. بتدي طبعا طعم ولون زي ما قلت ظريف خالص للعيش. بعد كده هجيب شوية موتزاريلا كده، واحط في كل نص كده شوية موتزاريلا. اهم حاجة ان ندهن الورق الزبدة بزيت، لان ورق الزبدة مش كله بيبقى انواع كويسة، في انواع بتلزق حتى لو مع انه ورق زبدة المفروض ما يلزقش. بس انا قبل كده حطيت حاجة من غير ما ادهن زيت ولزقت خالص. فلا، نصيحة يعني ادهن ورق الزبدة بزيت برضو احتياطي. بعد كده هجيب هنا السوسيس، انا سويته في الفرن، دهن يعني رشيته رشة زيت كده او دهنته دهنة زيت، ودخلته فرن سخن على درجة حرارة 250 لحد ما استوى معايا. وبعد كده قطعته حلقات زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ اوزعه بالطول كده في كل نص من العيش الفينو. هحط ايه شوية سوسيس بالطول كده، بتدي منظر ظريف قوي. بعدين هجيب فلفل اخضر شرايح اللي قطعته، وهبدأ احطه كده ايه في كل نص احط اتنين كده بطريقة ايه عشوائية كده، اللي هو واحدة فوق واحدة تحت كده يعني. واحدة في اول الرغي العيش الفينو، وواحدة في اخر العيش الفينو. برضو بتدي طعم ولون، طبعا كل حاجة مستخدمينها بتدي طعم وشكل حلو للوصفة في الاخر. وهكون مسخنة الفرن طبعا على درجة حرارة 250، عقبال ما انا اكون خلصت العيش ده يكون الفرن سخن كويس خالص، عشان يدوبك بس يدخل ياخد لون والجبنة تسيح وخلاص كده. بعدين احط رشة جبنة موتزاريلا بسيطة خالص كده على الوش بس، بتدي برضو ايه حماية للسوسيس من انه يتحمر قوي، وفي نفس الوقت بتدي لون ظريف برضو. وادخلها الفرن بقى لحد ما الجبنة تاخد لون ذهبي ظريف كده، زي ما انتم شايفين كده. بعد ما طلعت بصوا الجمال، يعني لونها خطير جميل قوي. وطعمها طلع يعني، هي وصفة بسيطة تبان انها بسيطة جدا، ولكن بجد بتفرق قوي وبتخلي العيش يتحول لحاجة تانية خالص. وتغيير برضو زي ما قلت، الناس اللي بتحب تغير وتحب تعمل تغيير كده، الوصفة دي هتعجبهم قوي. بصوا انا بس هو سخن قوي، فانا معلش يعني بحاول اطلعه يعني سخن خالص. بصوا الجمال، وطري خالص يعني، حتى العيش البايت اتحول بصوا لطري ازاي. بصوا انا هوريكم دلوقتي لما بضغط عليه،
بصوا بضغط عليه طري خالص. بس كده، والوصفة كده خلصت معانا، ويا رب تكون عجبتكم، واتمنى تكون كده الفيديوهات بتعجبكم، ويا رب كده تخشوا على القناة وتتفرجوا على كل الوصفات اللي بنزلها وتعجبكم يا رب. وشكرا جدا مشاهدتكم، تابعتكم.